بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خوش سكانم لبروغرامي زاد قناغي كم بابتي جيانامي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم قيشتوين تفتحي مكة بري هشتاو يك بفرمنا وسسورة. فتح مكة رمضان السنة الثامنة للهجرة. بله فتح مكة لمانجي رمضاني صالي هشتي كوتشي رويدا. بعد صلح الحديبية انضمت قبيلة بني بكر لقريش، وانضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين. دواي اشتوائي حديبية كلبيني مسلمانان وقريش رويدا يكلش برياركاني يعني يكل بردكاني او بوكا هر عشرتي بيه اتواني برواتا لا يكلم دولايه. وكان جاء قبيلي بني بكر شو لاي قريش، قبيلي خزاعة هات لاي مسلمانان. بله وكان بين بني بكر وخزاعة ثارات ودماء في الجاهلية. لا طبعا امدو عشيرتيش كشي زور هبو لبيني انا سردمي جاهليتها خيرنو مشاكلي كي زور هبو لبيني انا. وذات يوم تعرضت قبيلة خزاعة لعدوان من قبيلة بكر الموالية لقريش، وقتلوا منهم نحو 20 رجلا. روجي كان قبيلي خزاعة روبروي دجايتو دجو من كاريكي زور بويا ولا لايم قبيلي بكروا كأوان سربا قريش بون روشمنا وحلفي قريشوا، وتقريبا نزيكي 20 كسيان لبياوكان ينكشت. دخلت خزاعة الحرم للنجاة بنفسها، بله ولكن بني بكر لاحقوهم وقتلوا بعضهم في الحرم. خزاعة لبروي يعني زيادة لي أنك جي بو رزقاربوني خوان روشنا وحرموا يعني بنايا بردبر حرمي مكة بلان بني بكر لشينا رويشتن وهندي كان لنا وحرمي شاكوشت. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بعدوان قبيلة بني بكر عليهم، وأنشد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرا. جاء عمري كري سالمي خزاعي هات بلاي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وفي الراقيان كوا اوان روبروي عدواني بني بكر بونتوا وام شعري بو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وتي يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا اعتدى وادعوا عباد الله يأتوا مددا. طبعا او شكاتي حاري خوي كرد وتي خوايا يما رومان كذا محمد كلبيني باوكي او انا يعني باوا بيراني او انا لبيني يمشى وقتي خوي حلف هبوا هاو بيماني هبوا يوا كربون يما باوك باشان او ابو يوبنا مسلمانو يمش لقلو يشابونا مسلمان دسمان رانك دسمان نكيش ولا حلفك ها بردوان بوين جاءت السرمان بخا خواي يورر يعني ما يبكى هدايات بدا ودعوابك لمسلمانان كوا في اليمن بكون يعني مدد ما نبوبيا انه كان في اليمن. بله وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش للخروج إلى مكة، فحضر جموع كبيرة من القبائل. في غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم اشتنا مكة هل وشينتوا شو كمان المخالفيك صريحي اشتنا مكة وجيشك قوري آماده كرت جاء خلقانك زور لم لا قبائل كان رويان كذا سباكي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم. وتحرك جيش المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في منتصف رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وبلغ عددهم نحو 10,000 مقاتل. سباي مسلمانان بسركردايتي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم روي كردا مكة لنيوي رمضاني صاري هشتي كوتشي وجماري جنگاور كان 10,000 جنگاور بو. ووصلوا مر ظهران والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ودعاه إلى الإسلام فأسلم، فقال العباس رضي الله عنه إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن.
بەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم سوپاکە گەیشتنە مەڕ الظەهران لەوێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم گەیشت بە ئەبو سوفیان و بانگی کرد بۆ ئیسلام. ئەبو سوفیان مسلمان بوو. جا عباس وتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم وتی ئەی پێغەمبەری خوا ئەبو سوفیان حەزی لە شانازیە، شتێکی یعنی بەشێکی پێ بدە وەکو بڵێ حسابێکی بۆ بکە. جا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی هەر کەسێ بچێتە ماڵی ئەبو سوفیان ئەوە ئامینە و هیچ هینێکی لەسەر نییە، و هەر کەسێکی بچێتە ناو مزگەوتەکەەوە ئامینە، و هەر کەسێکیش دەرگای ماڵەکەی خۆشی داخەرە ئامینە. ثم رجع أبو سفيان مسرعا إلى مكة ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل داري فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فهرع الناس إلى دورهم وإلى المسجد وأغلقوا الأبواب عليهم وهم ينظرون من شقوقها وثقوبها إلى جيش المسلمين. ودخل جيش المسلمين مكة في صباح يوم الجمعة الموافق 20 من رمضان من السنة 8 للهجرة. بەڵێ ئەمجا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە پاشان ئەبو سوفیان بە پەلە گەڕایەوە بۆ مەکە و بە دەنگێکی بەرزوتی خەڵکی مەکە ئەوە محەممەد بە سوپایەکی گەورەوە هاتووە کە ئێوە ناتوانن بەرگری بکەن، یعنی ئێوە ناتوانن بەردەمی بگرن. هەر کەسێ هاتە ماڵەکەی من ئەوە ئامینە، هەر کەسێ ڕۆیە ماڵی خۆی و دەرگای لە خۆی داخست ئامینە، هەر کەسێ چۆن ناو مزگەوتەکەەوە ئامینە. جا خەڵکی هەرێکێک تاوی دارە ماڵەکەی خۆی خۆش ناو مزگەوتەکەەوە دەرگاکانیان لە خۆیان داهین کرد داخست و لە تۆی دەرگاکانەوە لە شەقی دەرگاکانەوە و کونی دەرگاکانەوە تەماشای سوپای مسلمانانیان کرد کە سوپایەک و سنووری نەبوو. سوپای مسلمانان ڕۆیشتە ناو مەکەوە لە بەرەبەرانی ڕۆژی هەینی لە 20 ڕەمەزانی ساڵی 8 کۆچی چوە ناو مەکەوە. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وهو يقرأ قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. جاء پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە بەرزایەکانی مەکەوە هاتناوە و ئەم ئاەتەیە خوێناوە: إنا فتحنا لك فتحا مبينا کە سوورەتی فتحە کە لە دوای سوڵحی حودەیبیە ئەم سوورەتە دابەزی کەوا ئێمە فتحێکی ڕون و ئاشکرات بنسيب أكين أي محمد صلى الله عليه وسلم. واستسلمت مكة وأخذ المسلمون يهتفون في جنبات مكة في جنبات مكة وأصواتهم تشق عنان السماء: الله أكبر الله أكبر. طبعا أهل مكة هم التسليم بون ومسلمانان لهموكم وقش بنكاني مكة بدنجي برز حواري أنا كل الله أكبر الله أكبر. وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وأمر بتحطيم الأصنام المصفوفة حولها، وكان يشير إليها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕۆیشت بۆ حرم و ئەمری کرد کەوا فەرمانی کرد کەوا بتەکان کە هەمووی ڕیز کرابوون لە دەوری حرەمە هەمووی بشکێنرێن و ئیشارەتێدا بۆ هەر بتێک و ئیتر مسلمانانیش ئەیان شکان و ئەی فەرموو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئاەتەیە خوێناوە: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني ئەی پێغەمبەری خوا پێیان بڵێ ئەوە حەق هات و باطلیش تیاچوو و بەڕاستی باطل و پوچ يعني ناحق بەردەوام لە تیاچوونایە. وبعد أن طهرت الكعبة من الأصنام أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن فوقها. دوای الكعبة باك كرايا ولا بتكان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم أمری کرد بە بلال کەوا لەبانی کعبە بانگ بدا. هدم عمرو بن العاص. بلى هدم عمرو بن عاص. هدم عمرو بن عاص رضي الله عنه صنم سواع. بلى عمري كري عاص بتكي سواعي بتي سواعي شكانت. بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه في شهر رمضان إلى سواع وهو لهذيل، قال: فأتيته وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الآن أنت على الباطل؟ ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ فدنوت منه فكسرته فقلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله تعالى. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم عمری کوڕی عاصی نارد لە مانگی ڕەمەزانە خوای لە ڕازی بێ ناردی بۆ
سواع بولاي السواع طبعا بتيك بناوي السواع بو كبتي هذيل بو فرموي رويشتم سيرم كرت سعدناك او كسر برشتيه كات هالوي على من شوتم وتي بيمو تي تشيت ايوه وتم ام بتا الروخنم وتي ناتواني وتم بو وتي منعك لي يعني بتك منعتك خواك منعتك على وتم تا يستو لسر باطل ماوي ويحك على وتم ويحبطو هل يسمع او يبصر اما ابي سي ابي ني فدنوت منه على لي نزيد بمروش كانم ام جاوت مسادنك سرپرشتكارك وتم يسر شلون بيني وتي تسليم بمبو خاي پروردگار اسلمت لله رب. بعث سعد بن زيد رضي الله عنه لهدم منات. بله سعديش رويش بو روخاني منات. ثم بعث سعد بن زيد الأنصاري في شهر رمضان إلى منات فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعندها سادنها فقال ما تريد؟ قال هدمها. قال أنت وذاك؟ فأقبل سعد يمشي إليها فخرجت إليه امرأة سوداء عارية ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن منات دونك بعض عصاتك، فضربها سعد رضي الله عنه فقتلها وأقبل إلى الصنم فهدمه. وهكذا ارتفعت راية الإسلام في مكة وما حولها وراح الناس ينعمون بتوحيد الله. الله أمجا سعدي كري زيدي أنصاري لمانجي رمضان نال بو منات كأجبتي كتربو جاب ببيس سوار رويشتن بو أوي سعدناكي تيابو أج سرپرشتكارك الله وتي تشيتوي وتم روخاندني وتي أو تابرو بيروخينا الله منيش رويشتن بو أوي بيروخينم آفتكي رش بيست روت قش جفن يعني قش بش الله درشو تدعو بالويلي الله يعني وكو واويليه كردو إذا بس سنجي خويا الله سادنك بيوت منات أودونك بعض عصاتك يعني أو بريك لا سفيت شكرانت يعني يا أخي بوانت حاتم بولاد بزام توشيكي الله سعد دايلي كشتي ورويش بلاي صنمك شي روخان وآلاي إسلام برزبوية ولا مكة ولا شوى دوري مكشا خلقي لجير نعمتي توحيدا بختوربون. وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.